تصدق إن كنت اللحظة حسيت إن أنا المشكلة، وسايب قلبي على الناصية ولاغي عقلي بالعجلة، وكل ده كان غباء دايق. تخيل إن كنت معاك مجرد حد كان أهبل، وعندك حق تخدعني وحقين برضه ترسعني، لأن معاك ما خونتش، فكان لازم جيتار غدرك يلحن ظلمك الأكبر. وفين سيف العدالة يا زوج؟ وفين شعارات ماليش غيرك؟ وأنا المجدع وأنا الوافي وأنا اللي في ضهري منك سور. كلام منقوش ملوش فايدة وصفرة ناقصة مش دايمة. وكان كداب لكن صايع، وكان بيلف في الأقاويل عشان يوصل لأهدافه، اللي حور في الكلام علقم لكن من غير ما يغلط حرف. وعنده كفاءة إنه يلف في الحواديت وإن شاء الله لمليون يوم ما بيزهقش. وصعب النوع ده يكتشفه ويمسك له الغلط واعي اللي يحسسك إنه قاعد صح، مفيش نطخة بتشبه له. وكان بارع بريمه بجد، وتضرب ألف كف وكف. تقول إزاي في ناس تشبه لهذا الشخص؟ تقول يا ريت تجيب الأرض ناس زيك بنفس القلب يعني بحسن برد عن هرج، وتفضل تدعي صبح وليل يبارك ربنا في عمره ويكرمه زي ما كرمنا ولسه الدنيا فيها الخير. ويبدأ قلبك اللهبل يصدق إنه بقى بيحب، وتبدأ تدي إحساسك عظمة عشان ياكلها الكلب، وتبدأ برضه تتشحتف تنزل 100 حارات على الواتس بإن أخيرا القلب اللي جاع ياما بقى شبعان بنور الحب، وإن أخيرا الشوق اللي جوانا لقى المطرح لأحلام، وتحكي لكل خلق الله بإن أخيرا يا عصفور لا يا نانا، وإن الناس ولاد الأصل هم مالين بلاد الله، ومش كل البشر خاينين، ومش كل الدهب فلس. وتدي دروس من الحالة اللي بتعيشها، تقول للناس يا جدعان طمنوا قلوبكم أكيد لها يوم وهيجي لها اللي هتحبه. وتدي ب 300 حكمة عشان الخلق تتعلم. تقول بقى إيه؟ إلى صدق يفوق الوصف يعلمنا طريق الشوق، إذا ضاقت بك الأيام فبالحب ستلتئم، يربينا وداد العشق ويوقظنا حنين البر، وتكنشف الخزوجة إلى آخر السطر كأنك لم تعيش الحب، وكل ما فات مجرد وهم، وترجع تاني للشخص اللي متجرح ومش واثق في أي واحد، وبيخاف من البشر أجمع، خصوصا لو واحد جاله وقال له كلام في معنى الحب. لكن ثانية عليك تعرف بأن الدنيا بتعلم، محدش بيطير ببلاش، تمن جرحك أخدت علام، ومش كل البشر نجحت في علم اللف والدورة. وتبقى انت الخبير في الناس، بتفهم مين حقيقي نضيف ويوم ما يحب هيصونك، ومين تعلم كمان أفعى مجرد جاي يجي أجلك. مفيش حكمة هقولها لك غير انك وحدك الحكمة، وعشت من التجارب ألف، بقيت بالنظرة بتميز من الأبيض عن الأسود، وراصد غدر من الأشخاص على تجارب هنا وهناك، يطلعوا فيك واحد تالت حكيم فاهم وصنف الناس.